بأسلوب حضاري أن نناقشوا التقرير المالي. هذه مالية الفريق، أعتقد من حقنا أن نناقشوا، وأنا جد سعيد أنني نناقش المالية ديال الفريق. لماذا؟ لأن عشت الأمرين بالنسبة للمالية ديال الفريق فوق المراكشي لمدة 5 سنوات. فهذا التقرير المالي فيه 3 ولا 4 ديال النقطات أساسية. 11 مليون ديال الدرهم قليلة بزاف، فلهذا مشكورين هاد الإخوة الله يجازيهم بخير. راه سهل أنك تقول، ولكن راه صعيب تجيب الفلوس للكوب. ثقوا بيا الإخوان، راه صعيب تجيب الفلوس للكوب، ما بقى حد بغا يعطي الفلوس للكوب. فهاد الناس الله يجازيهم بخير، وخيرهم علينا كثير كبير، خيرهم علينا، لأن الكوكب وصلت لواحد الحالة اللي حتى حد ما باقي بغا يعطي الفلوس للكوكب. هذا من جهة. ثانيا هذه الميزانية اللي تخسرت هم عطاونا التفاصيل ديالها، وعطاونا فين تصرفات، جميل جدا. فلهذا بقات تنسال واحد 4 ديال المليون ديال الدرهم، حنا تنسالوا واحد 7 ديال المليون ديال الدرهم. هذه حالة مالية يمكن لها تعالج بتضافر الجهود وبتضافر السيد الرئيس الله يجازيهم بخير. فأنا ألتمس من الجمع الموقع أننا نصادقوا ونشكروا، لأن راه ماشي سهل الإخوان، راه ما تيعرف اسمه اللي مضروب به كما تيقولوه المرات. فلهذا من هذا المنبر تشكرنا هاد الناس الله يجازيهم بخير، خيرهم علينا كبير، لأن راه صعيب كلام سهل أنك تقول غادي ندير وغادي ندير، ولكن مين تجي للجانب المالي راه إشكال كبير، راه حتى حد ما باقي بغا يعطي كرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنبر بغيت نشكر الإخوان اللي سيروا هذا العام الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير علينا، لأن هذا مجهود كبير. وتنطلب للسادة المنخرطين أننا نصوتوا بالإجماع على التقرير. وشكرا. الموافقون.